السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا. اليوم حديثنا عن الجامعة العربية وعن القمة والزعماء العرب شو قرروا للشعب السوري، يلي كانوا دابحينا بكلامهم بالإعلان ودوشوا راسنا إني لسه في قرارات ما اتخذت، وفي قرارات عم ينحكى فيها، وفي شيء تحت الطاولة، وفي شيء فوق الطاولة، وفي شيء تحت المقلاية، وفي شيء فوق المقلاية. اتضح لنا ان اجتمعوا وقرروا وطلعت هي حفلة تكريم لإنسان مجرم دمر سوريا، وصافحوا حطوه بالأحضان وأخذوه مكافأة له على تدمير لسوريا، على تدميره لسوريا. صافحوا إنسان مجرم حرب، صافحوا إنسان يتم أطفال، ملايين الأطفال، ويا ريت بس يتمون. لا عندهم دراسة، لا عندهم طب، لا عندهم غذاء، لا عندهم مي، ومشلوحين بالمخيمات، والله اللي بيعلم فيهم هذا ما حد حكى فيه. المعتقلين اللي موجودين تقريبا 500,000، شي منهم معروف وشي منهم لسه ما مبين وينه. يلي كافئوه وصافحوه على تهجير 12 مليون مواطن، والنص الثاني الداخل ميت من الجوع. كافئوه على دمار سوريا، كافئوه وسلموا عليه وصافحوه على دخول ما خلى ميليشيات بالكرة الأرضية إلا وما دخلها. كافئوه وسلموا عليه على تخريب المستشفيات. كافئوه وسلموا عليه على رميهم للشعب السوري بالبراميل. كافئوه على سماحه لروسيا وجيبتهم دخل روسيا ويجربوا جميع الأسلحة اللي خلقها الله في الشعب السوري. صافحوه على تهجير وقتل الناس بالملايين. هذه هي النتيجة، هذه هي اللي كنتوا تصرعون فيها، اني نحن مشان التراب السوري. ولك التراب السوري انباع من قبل القمة وبتعرفوها، الأراضي اللي باعها. يعني وبتقولوا بدكم تشيلوا النظام من حضن إيران، طلعوا دخلتوا عليه. وفرجيكم النظام سوريا اللي بدكم تشيلوا النظام من إيران، تعالوا راح افرجيكم عليه، راح احط لكم لقطة وتشوفوا سوريا هي اللي انتم بدكم تشيلوها. تفضلوا تفضلوا يا عرب، هي سوريا. بحياتكم سمعتوا في رئيس جاي على دولة وبيقوموا بيتجول بالبلاد مثل ما بده، وعنده مؤيدين وعنده ميليشيات لإله؟ تفضلوا تفضلوا تفضلوا. هي سوريا، هذا النظام اللي انتم بدكم تشيلوه من حضن ايران. لك انتم دخلتوا على ايران، انتم دخلتوا على حضن ايران. لك بدي اعرف بس هالايران هي شو حضنها دافي لحتى الناس عم تهاتف عليها؟ تفضلوا اسمعوا، اسمعوا الهتافات، اسمعوا يا عرب. وين المروءة؟ وين النخوة؟ اسمعوا. بدي اصمت بس، بدي اسكت شوي مشان تسمعوا الهتافات. هي بسوريا، داخل سوريا، هي بأراضي التراب السوري. سمعتوا؟ هي سوريا. بالاجتماع القمة كلياتها ما انحكى بشيء يفيد شيء سوريا. ولك انتوا لو انكم صحيح شرفاء وعندكم ضمير وعندكم ناموس وبدكم انتوا تساعدوا السوريين، لك انتوا بس بالاقل تساعدوهم، تاخذوه على تجتمعوا وتقرروا ان هذا لازم يتحاكم على دمار سوريا. والله لنشكيكم لرب العالمين، والله كل أرملة بسوريا لتدعي وتقول لكم انتم السببنا، انتم حطيتوا ايدكم بايد مجرمين. والله كل طفل قاعد بالمخيم ومتشرد ليدعي عليكم.
والله لنص الشعب السوري اللي داخل بسوريا اللي جوعان ليدعي عليكم. والله كلياتنا حنحاسبكم قدام رب العالمين بكره في يوم اخره. والله لانكم انتوا السبب بتقوية النظام على الشعب، مع ما تبقى على الشعب السوري. والله لنحاسبكم بكل هالدماء اللي صارت بسوريا، عدد الشهداء بالملايين صافحتوه، رحتوا سلمتوا حطيتوا ايدكم بايده، ولك ما حكى لك اشتهيت واحد يحكي عن شيء مثمر الا كانت هي العباره كل الجامعه وكل الزعماء العرب لا يعني ما عرفانين شلون بدهم يسلموا عليه وشلون، الا هي عباره عن حفله تكريميه لتدمير سوريا. هذا هو طلع معكم. وفي عندي ملاحظه صغيره، وانا من هون عم لكم والله 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 حيجي يوم قريب خلال سنة بتضاعة بهالشيء اللي عملتوه. انتوا جبتوا ايران للقمة، انتوا جبتوا ايران لحضنكم. بس هالمرة هي الدور اللي بعدها بعد سوريا هي الاردن. والله العظيم ليعبيها بالمخدرات قسما بذات الله، وليخلي فيها منظمات جوا داخل سوريا واحد ورا الثاني، من سوريا للاردن، ومن الاردن لتصير بالسعودية، وشد بقالي. هذا هو جزات الشعب السوري. لك يا اخي ما قدرتوا تسقطوه، هذا خلوه لنا. هذا اسقاط النظام، هذا نحن بنسقطه. وخروج ايران ما حدا بيقدر بالكره الارضيه بيقدر بيخلي ايران تطلع الا الشعب السوري، الا صاحب الارض. هو اللي بيطالع، ما بيخلي فيها ميليشيات، ما بيخلي فيها روسيا، ما بيخلي فيها حزب الله. وين رحتوا؟ والله بكرر وبرد بعود، ما بنقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هذا الشيء اللي انتم هلا سويتوه قويتوه على الشعب الثاني اللي الفقير، النص الشعب الثاني اللي مهجر ماشي الحال مهجر، بس لسه في عالم بالخيام، ولسه في اطفال ما عندها مي تشربها، ما عندها بالشتاء تتدفى، بالصيف الحريق بيذبحها، ما عندها مدارس لتدرس. هدول الاطفال شو مستقبلهم بكره؟ مستقبلهم وين؟ مستقبلهم يلي ولد بال 2011 اليوم بهالسنه هي ب 2023 صار عمره 12 سنه، لا طبابه، لا علم، لا دراسه، لا غذاء. ولكن الارامل اللي ترملت على يد بشار، على يد هالكلب هذا اللي حطيتوا ايدكم بايده وسلمتوا عليه. ولك والله ما في دين من الاديان بيسمح ان انتم تحطوا ايدكم بايد انسان مجرم. ما في انسان في ذرة ضمير او اخلاق وتخليكم تصافحوا عليه. ولك انتوا جبتوا ايران لحضنكم. وهذا الفيديو اللي عم سجله وبعد سنه حاعرضه واقول لكم الكلام اللي انا قلته. والله العظيم هلا ايران من بعد سوريا حتدخل على الاردن، وبعد الاردن حتتغلغل على السعوديه. هيك هذا هو العروبه تبعيتكم. هذه بدي فرجيكم. هذه العائله المجرمه، هذه هي اللي هلا ماسكه سوريا. هذه هي العائله المجرمه، من الود من الاب للابن، ولسه الحبل جرار. بس والله العظيم لنشكيكم لرب العالمين. والله لنفتح ايدينا وندعي، ودعاء المظلوم قسما بذات الله بيستجيبها. ليدعي عليكم لكل انسان انظلم بهالحق بهالشيء اللي انتم سويتوه. هذا الانسان مجرم رحتوا كافأتوه. بس بالنهاية بحب لكم نحن الشعب السوري اللي طلع بأول الثورة. تفضلوا رأينا بالنظام.
هي عقيدتنا، وهي الثورة بدها تنجح وحتطلع أقوى من أول، وما بحاجة أنتم ابعدوا عننا وخذوه والله وخللوه، الله يسامحكم فيه 10/10، الله يسامحكم فيه 10/10. ما منقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل بكل إنسان مظلوم، بكل إنسان ظلمه وأنتم كافأتوا فيه، ومديتوا إيدكم بإيد إنسان مجرم، مديتوا إيدكم بإيد إنسان تاجر مخدرات. وحيجي يوم وحنلتقى وحنرجع ونشوف هالشيء اللي انتم سويتوه، جبتوا ايران لحضنكم، عوض ما تشيلوها جبتوا ايران لكم. هذا الشعب السوري، حيضل هذا الشعب السوري، تضل الثوره مثل ما هي واقوى حتى ننتصر. وبالختام بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.